السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد. لو كان نجيبوا واحد من المخرجين تاعنا تاع الافلام والمسلسلات ونجيبوا امام ونحطوهم يقابلوا بعضهم، نجيبوا لهم اتاي قهوه، نديروا هكذا الجو تاع القصره واسلحه بيضاء ممكن يحتاجوها. الحاجه الاولى اللي حيقولها الامام للمخرج، يقولوا اتق الله، راكم تنشروا في الرذيله، راكم تنشروا في المنكر، عليكم ديروا لنا هاد الحوايج. ولهنا المخرج تاعنا يخسر فيه كيما هك، يقول له شوف برك انا من نفاق، رانا كرهنا هاد العقليه، انايا فنان نوري واش كاين في المجتمع، انايا نجسد الواقع، نتوما عباد تحبوا الكذب، تحبوا النفاق، تكذبوا على رواحكم، وانا مادامني قاعد بيناتهم ما نقعدش نتفرج، ندير جاست باه نجاوب على سؤال مهم جدا اللي هو هل الزفيطي يجي بنين بالحار ولا بلا به. في فيلم لايف اند ا داي للمخرج الإيراني سعيد روستاي، الحكاية تدور على تاجر مخدرات عايش وسط عائلة فقيرة. عيا بدينا تاجر مخدرات من الأول. والغريب في الأمر على عكس باقي الأفلام، رغم أنه هذا التاجر هو أحد أبطال الفيلم ولا بطل الفيلم، إلا أنك حتحس بالإشمئزاز من الحالة اللي راهو فيها. صح تتعاطف معه كبطل، ولكن الصورة العامة في الفيلم على المخدرات هي صورة منفرة، ماشي كما مولفين نشوفوا في الدراما تاع الأفلام الآخرين ورجال العصابات تشوفهم أبطال خارقين. ساکت شو بابا، ساکت شو. این همه جوون مرد اومد وقت کردی فکر اینجا هاشو نکردی؟ من هیچ که بیا میارم اتاق. اگر مرد هاشو خودم بردم کمتر به همه فصل گسته واسه بگرم من تو. ولو نسقسيو اي واحد يتفرج هذا الفيلم واش هو الشعور تاعك بعد ما تفرجته، كيفاه راك تشوف لا دروك للمخدرات، حيقول لك ربي يعافينا يعيفو، رغم انه البطل في الفيلم تاعنا هو تاجر مخدرات والفيلم يتعاطف معه نوعا ما، لكنه في النهاية بعيد كل البعد على الترويج للمخدرات، بالعكس ينفر منها ويعطيك واحد الانطباع تولي تعيفهم. وراه السر كيفاه يعني الإخراج. كل فيلم عنده طريقة معينة في الإخراج نتاعو، وباش نفهموا يعني واش معناتها إخراج ببساطة هو المظهر تاع الفيلم كيفاه يبان، يعني الجو نتاعو والمشاعر اللي كاينين فيه. مثلا لو نحكي لزوج عباد حكاية واحدة، نفس الحكاية، كل واحد كيف حيتخيل هذه الحكاية، وكل واحد حيشوف هذاك الجو في راسه وحيشوف البلاصة، يعني كل واحد عنده إخراج تاعو لهذه الحكاية. باش نزيد نشرحها مليح نشوفوا مثال انمي هانتر اكس هانتر، كاين منه زوج نسخ. النسخه القديمه نلقاوها نسخه شويه فيها الدراما والسوداويه، والنسخه الجديده لا تلقى فيها الاثاره والاكشن، رغم انه نفس السيناريو نفس الشخصيات، يعني انه المخرج عنده القدره تاع انه يتحكم بالضبط في المشاعر اللي حاب يوصلهم. يعني اذا تفرجت فيلم والبطل تاعو مثلا قاتل متسلسل ولا رجل عصابات وحسيت باللي واو، حسيته كبطل رجل خارق، هذه مقصوده، المخرج حابك تحسه كيما هك. تسمى لهنا حاب تقول لي باللي ممكن نفس الظاهره الاجتماعيه اللي حابين نبينوها في فيلم ممكن نبينوها بطريقه منفره، ممكن نبينوها بطريقه مشجعه. لهنا نرجعوا للمخرج تاعنا. اغلب واش رانا نشوف في المسلسلات نتاعنا والافلام هو اخراج هذه الظواهر الاجتماعيه وهذه الحوايج اللي ماشي ملاح بطريقه مشجعه لهذه الحوايج، ماشي على جال تعالج مشكله اجتماعيه واقعيه وهذيك الهضره، كنت قادر تعالجها بطريقه ترجع الحاجه منفره، بطريقه غير مباشره بلا ما تبين هذوك الحوايج، وفي نفس الوقت توصل فكره على انه هذه الحاجه ماشي مليحه بلا ما تطبع معها، بلا ما تخليها تبان حاجه طبيعيه. علاه ما درتش كيما هكا؟ ولهنا ماهوش هو اللي حيجاوبكم، انا حنجاوبكم. السر هو الأموال الشديدة. باه ينجح فيلم في الحالة العادية لازم له كتابة مليحة، إخراج مليح، تمثيل لا بأس به، تصوير ومونتاج في المستوى، بصح باش تفرصيه أنه ينجح كاين طريق مختصر، قصة فاحشة، نساء بلباس غير محتشم، قصص غرامية، زيد لهم شوية موسيقى وبصحتك النجاح. ولهنا ممكن واحد يقول لي الله غالب، هذا هو وقتنا، هكذا لازم يكون الفيلم باش يجي جذاب، باش يلفت الانتباه، يجيب لنا مشاهدات. لهنا ممكن شوية نخالفك. الفن الحقيقي. كاين مخرج ايراني واسمه اصغر فرهاد، وهو يعني مخرج عالمي ترشح حتى لجائزة الاوسكار. هذا المخرج معروف انه ما يستعملش الاغاني والموسيقى في الافلام تاعو. لهنا باين حتجي في راسك باللي افلام وثائقيه، لا افلام دراما، فيلم معايا دراما
وما استعملش الميوزيك. شغل حاجه بيزار. لو كان يسمعوا الاتراك ينتحروا. هما مؤلفين ملي تبدا الحلقه هما طالقين الميوزيك حتى الاخر. والبروبلام ما جاتش غير في الميوزيك، لا قصص فاحشه، لا عري، لا علاقات غراميه، لا هضره خارجه طريق، وهذو كامل في افلام دراما. وينو السر؟ كيف الافلام تاعو هذو ينجحوا؟ السر كامل هو في الكتابه، الطريقه اللي يكتب بها السيناريو والفلسفه العميقه وراء الشخصيات تخليك تبرونشي معاه من اللحظه الاولى. مثلا في فيلم تاعو هيرو، البطل تاعنا في الفيلم عنده صراع نفسي ما بين انه يكون بطل في اعين الناس ويدير حاجه راهو يشوف فيها غلط، وما بين انه يكون بطل في عين روحه برك ويدير الحاجه اللي راهو مقتنع انه صحيحه. اجازه بده خیلیا تو زندگیشون 100 برابر گرفتارتره یوغا، امکانش هم دارن ولی دوزی نمیکنن، باید براشون مراسم بگیرن. من تا حالا به ناموس مردم دست رازی نکردم، باید بهم لو تقدیر بدن. کجای دنیا یه آدمی رو به خاطر کار بدی که نکردی تشویق. وباقي الافلام ديما كاينه قضيه اخلاقيه في الفيلم، وغير كي تكمل تتفرج تحس روحك مريت بتجربه حياه ماشي قصه ترفيهيه. وهذا النوع من الافلام ماشي تاعو وحده، وانما كان منتشر بكري في السينما القادمه، وين كان السيناريو هو اهم حاجه. مثلا في فيلم 12 انجري مان في 1957، شكون اللي تفرج فيلم في 1957؟ ايماجيني صاله وحده 12 بنادم واش قاعدين يديروا؟ قاعدين يتناقشوا. هذا ما كان يتناقشوا في قضيه تاع واحد في المحكمه باش يخرجوا القرار تاعهم، باش يشوفوا اسكو مذنب والله بريء. ولا هنا يبداو النقاشات وفن الاقناع وكيف تدي نظره اوليه على واحد وماذا تلقى روحك غلط. المهم تحفه فنيه. 8 to 4, favor of guilty. Hey, what is this? Love your underprivileged brother week or something? I want you to get up and tell me why you changed your vote. Come on, now, give me reasons. I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind. What reasonable doubt? That's nothing but words. Here, look at this. The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father. Now, what about this, Mr. Reasonable Doubt? That's not the knife, don't you remember? Oh, brilliant. I'm telling you, this is the craziest. I mean, what are we supposed to believe? I mean, you're sitting here, you're pulling stories out of thin air, you know? الفن كمصطلح شامل هو طريقة للتعبير عن المشاعر، وهو في الأخر حيبقى وسيلة تقدر تدير فيها الخير تقدر تدير بها الشر، وهو من أكبر القوة الناعمة في العالم. اللبسة تاعك يتحكم فيها الفن، الماكلة تاعك يتحكم فيها الفن، الأفكار تاعك يتحكم فيهم الفن، واش تحب واش تكره، الإعلام كلش يتحكم فيهم الفن. لأنه الإنسان بطبعه هو كائن عاطفي، إذا لحقت القلب لحقت لك كلش. وبكري كي كانت الناس على نيتها أهم حاجة عندهم كانوا أنهم كيفاه يعبروا على المشاعر تاعهم طريقة مليحة ويفيدوا الناس ويحوسوا يديروا تحفة فنية اللي تخلي بصمة عبر التاريخ. ولو نلاحظوا حنا نلقاو أغلب التحف الفنية هي أعمال قديمة، سواء لوحات، روايات، كتب. أما حاليا فهو الجري وراء الأموال، أي أيديولوجيا حابين ينشروها مولها وحطها بطريقة فنية وبصحتهم تولي في كل بلاصة، في فيلم تلقاها، في إشهار تلقاها، في لبسة. يعني والحل كيف حنرجعوا درك الفن باش يولي يعالج قضايا عندهم معنا؟ الحل ما عنديش أنا، درك حندوموندي نص زفيطي حار نص دوبارة ماشي حرة، والسلام عليكم.